السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله، أنصار الله، أنصار الحق. بعد هذا الغياب عن السبورة نعود من جديد بإذن الله تعالى بعلمه وحكمته لدروس جديدة، لمواضيع جديدة في كتاب الله عز وجل. هذه الدروس ستكون إن شاء الله مرقمة حلقات. هذه هي الحلقة الأولى في علوم جديدة لم نتحدث فيها من قبل، علوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. سبق وأن تحدثنا في البعض منها، لكن في الحقيقة هذه الأيام وفي الأيام القادمة إن شاء الله نحن بحاجة حقيقة لما نسميه التحصين، علم التحصين في كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف يحفظك الله، كيف يرعاك الله، كيف يجعلك الله سبحانه وتعالى بأعينه ووحيه. هذه العلوم التي نحن بحاجة إليها حقيقة، خاصة مع تصاعد وتيرة نشاطنا ومع تصاعد ما نقوم به من أشياء ترضي الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله. الحمد لله الذي وفقنا في أن أنجزنا رحلتين لإخواننا وأخواتنا الذين هم من تونس، من المغرب الشقيق، من الجزائر، جاءونا من أوروبا أيضا لبضعة أيام تكللت بنجاح والحمد لله. لعل الكثير يتساءل ويقول رغم أننا ليست لنا الإمكانيات للقيام بتلك التحضيرات لتظاهرة ثقافية دينية علمية سيرا على الآثار كما وصانا الله سبحانه وتعالى، يقول سيروا في الأرض فانظروا. ونحن سرنا ونحن بأعين الله ووحيه. تقول لي كيف ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا عديد الظروف، ويسر لنا وأعاننا وجعلنا بأعينه ووحيه، فوفقنا الله سبحانه وتعالى لما أحبه ورضاه، لأننا سرنا في الحقيقة تطبيقا لوصايا الله في كتابه، أن نذكر وأن نسير على الآثار وأن نتذكر وأن نفسر تلك الآثار ونتحدث فيها بماذا؟ ليس بما علمونا من قبل من كذب وبهتان، لا، نحن نسير لنتذكر في تلك الآثار بحسب ما ورد في النصوص الدينية التي هي في الحقيقة أقرب للصدق وأقرب للحقيقة. فكتب الله سبحانه وتعالى وكتابات الأنبياء أشعياء، حزقيال، دانيال، أرميا وغيرهم من النبيين والصديقين والصادقين قد تركوا لنا أيضا كتابات عن ترشيش، عن الجزائر، عن بلدان كثيرة وكثيرة جدا، وعن المغرب الشقيق أيضا. فمن يكون بحسب رأيكم أقرب للصدق وأقرب للحقيقة التي نبحث عنها من خلال آثارنا، آثار أجدادنا القدامى العظماء؟ نعم، هم كانوا عظماء وكانوا موحدين أيضا، وكان الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم من العلوم والمعارف وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. نحن أيضا بعزة الله وقدرته وقوته وعلمه وحكمته يعلمنا الله سبحانه وتعالى، فنحن نسير على الآثار، وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى برعايته وحكمته وقوته في أن ننجز تلك الرحلتين، ومسامرة وحفل جمعنا وعديد الإخوة والأخوات
ذلك أن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبنا. لو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما ألفنا بين قلوبنا، ولكن الله ألف بين قلوبنا. ما أجمل أيام، ما أجمل ساعات، ما أجمل الحياة حين نجتمع من بلداننا المغاربية مثلا كما فعلنا على حب الله. على حب الله نحن اجتمعنا على حب الله وفي الله سبحانه وتعالى، يظلنا الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا معلوم، هذا قول الله الحق. نعم، فنحن اجتمعنا، وما أجمل تلك العلاقات التي نشأت بين الإخوة والأخوات حبا في الله. فأنت تسير على الأرض هونا، والله يقول: خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا، إن أقربكم عند الله أتقاكم. إذن فنحن نفذنا وننفذ ما أوصانا الله به. ما أجمل تلك اللحظات التي تحابت فيها تلك المجموعة التي فاقت 40 مشاركا، والحمد لله. نعم، ما أجمل تلك اللحظات التي هي فيها من الحب في الله سبحانه وتعالى. لذلك كان على الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يرعانا بأعينه. نعم، رغم كيد الكائدين، رغم حسد الحاسدين، رغم المتربصين، رغم المنافقين، رغم الذين يسعون في الأرض فسادا، رغم كيد الذين زيفوا التاريخ وزيفوا الحضارات وكذبوا عنا لآلاف السنين ومئات السنين. الله سبحانه وتعالى جمعنا على حبه، وكان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يرعانا بأعينه. الحقيقة وأن في هاتين الرحلتين على الكثير والكثير تعجب كيف كنا بحفظ الله، كيف أن حتى السيارة التي أقودها تجري بأعين الله ووحيه. هذه لحظات عاشتها معي أخوة وأخوات، كيف أن الله سبحانه وتعالى مهد لنا السبيل ورعانا. لعل الكثير تعجب واستغرب رغم قلة الإمكانيات. وفقنا الله. لماذا؟ لأن رحلتنا وما قمنا به في جمع النفوس والأنفس بداية من دولنا المغاربية ووصولا بإذن الله إلى كل دولنا العربية والإسلامية، هذا هدف نبيل ما نقوم به، في هدف وغاية نبيلة أن نجمع شتات أمتنا بين بعضنا البعض. إذن فنحن اجتمعنا في حب الله، والله لم يخذلنا حقيقة رغم ما صار، لكن في نفس الوقت وجدنا أناسا بالفعل كانوا حريصين على أن ننجح في هذا الهدف النبيل، الهدف الرباني، وصية من وصايا الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها والحمد لله رب العالمين. كيف جعلنا الله بأعينه ووحيه، كيف حفظنا الله، كيف حصننا ربنا سبحانه وتعالى ورعانا في تلك الأيام. الحقيقة أن هنالك من ساندنا وهنالك من رعانا أيضا، جعلهم الله أسبابا، مثل أعوان وزارة الداخلية من أمن، شرطة وحرس وأمن سياحي، والكثير أيضا ممن كانوا يعملون في وكالة حماية التراث وفي مندوبيات السياحة أيضا ومندوبيات الثقافة أيضا كانوا حاضرين معنا، يراقبون ويرعوننا. هم في الحقيقة أسباب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك وفقنا الله لما أحبه ورضاه. مواضيعنا القادمة إن شاء الله ستكون
في علوم التحصيل التي ستعيشونها حقيقة، نعم، واقعيا حياتيا. سترى ذلك بأعينك، كيف تحصن نفسك، كيف تجعل ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى يحرسونك، يحفظونك من أمر الله سبحانه وتعالى وبأمر الله، كيف تطوقك الملائكة، كيف يبعد عنك الله سبحانه وتعالى كل عدو. نعم، كيف يجعل من بين في أعدائك من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فيغشيهم فهم لا يبصرون. نعم، لا يبصرك عدوك وأنت تتنقل من مكان إلى مكان، لا يبصرك ولا يراك من كان يلاحقك أيضا. نعم، كل ذلك بعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهو علم التحصيل. لكن هذا العلم سنجعله في حلقات متتالية، نعم، ومسترسلة. ذلك أننا أيضا سنتحدث في أنواع الملائكة، أنواع ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا ستكون حلقات في علم التحصيل بآيات التحصيل والسور المنزلات للملائكة، نعم، بأمر الله سبحانه وتعالى، الملائكة التي سجدت لنا. نعم، والسجود هو خضوع، أما الركوع فهو تحية إجلال وإكبار. السجود هو الخضوع. نعم، فملائكة الرحمن فيها مثاني الأجنحة، ثلاثية الأجنحة، رباعية الأجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء. وهنالك من هي متعددة الأجنحة، وهنالك العالين لم يكن من بينهم إبليس اللعين، العالين، وهم جبريل وميكال المقربين. نعم، إذا حتى نصل حملة العرش ثم الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سندعو ماذا؟ سندعو الزبانية. كيف تتنزل الزبانية لتحرسك وتحفظك بأمر الله سبحانه وتعالى من كل كيد عدو، من كل كيد كافر مشرك، من كل كيد حاسد عدو مجرم. نعم، وهذا ما لم يراه المشاركين في الرحلة، لكن كان ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. كانت ملائكة حقيقة تحرسنا وترعانا وتسير معنا. نعم، ولعل الكثير من الإخوة والأخوات أشاروا لذلك وتحسسوا ذلك، والحمد لله رب العالمين. إذا نحن بأعين الله ووحيه، حملة العرش أيضا العالين جبريل وميكال. نحن لا نرى الملائكة لأنها في البعد الثالث، أما الملائكة فهي في البعد الخامس، لكنها كانت حاضرة معنا بإذن من الله سبحانه وتعالى وبأمر من الله. لعل الكثير تحسس ذلك خلال رحلتين إلى مدينة أوتيك العتيقة الوثاقة، أقدم مدن العالم، إلى أقدم كلية علوم متعددة في العالم. ولعل الكثير تابعنا ونحن نسير على آثار مدينة أصحاب الكهف والرقيم، وأين هو كهفهم والمسجد الذي بني عليهم والبنيان الذي أقامه اليهود، نعم، على كهفهم. إذن فنحن بإذن الله سبحانه وتعالى سنذهب إلى علم الحفظ والتحصين بكتاب الله سبحانه وتعالى في حلقات مترابطة، لأن هذا العلم حقيقة هو كبير وكبير جدا. ولعل الكثير من الشيوخ والعلماء والعارفين بالله، نعم، في أيامنا هذه ومن قبل يعلمون حقيقة ما سنقدمه لإخواننا وأخواتنا. جند الله، لعل الأوان قد آن أنك تصبح جنديا من جنود الله سبحانه وتعالى. فما هو سلاحك؟ سلاحك كتاب الله، لقوله سبحانه وتعالى: وجاهدهم به، بالكتاب، جهادا كبيرا. أكبر الجهاد بكتاب الله. لكن ما هو زادك وما هو سلاحك؟
سلاحك نعم من الله سبحانه وتعالى بكيفية خضوع ملائكة الرحمن المأمورة من الله سبحانه وتعالى بالسجود والخضوع لكل مؤمن ومؤمنة. ثم سنتحدث عن كيفية نعم تسخير الوكيل الموكل. نعم إن شاء الله. أحبابي في الله، لعلي كنت مرهق كثيرا في الأيام الفارطة، ذلك لتلك التحضيرات والترتيبات ولإنجاح ما نجحنا فيه حقيقة نعم بمعونة الله سبحانه وتعالى. فكان لزاما علي أن أرتاح قليلا، ولذلك سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقات المفيدة والمفيدة جدا نعم لجند الله، نعم لجند الله بإذن الله. إلى هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.